البنت دي بتدخل حمام الرجاله وبتمسح الروج اللي في وشها وبتحطه في وش الولد ده عشان يبان انهم بيحبوا بعض، وبتفك زراير القميص. واول ما بتدخل امها بتقول لها ده حبيبي ومش هتجوز راجل عجوز، وبتقول لها لا هتتجوزي غصب عنك عشان هو معاه فلوس كتير. فبتاخدها بالعافيه وهي خارجه بتطلب منه انه ينقذها. الراجل العجوز اللي عايز يتجوزها بيجيب لها سلسله الماس بيقول لها ده جاي من فرنسا، بس البنت بترمي العود وبتقول له ابعد عني بقى، وبيقول لها بعد ما نتجوز هعلمك الادب. فبيروح الواد اللي قابلته في الحمام وبيعمل نفسه جرسون وبيحط التليفون في جيبه من غير ما ياخد باله، وبروح للامن وبقول له الراجل ده سرق تليفوني. وبروح له بقول له في واحد بيقول لي انك سرقت تليفونه، وبيفضل يضحك. ولما بيحط ايده في جيبه بيلاقي ان فعلا معاه تليفونه. فالامن عشان عارف انه غني جدا بيقول ده اكيد جيب الغلط وده مستحيل يسرق عشان معاه ملايين. فالولد بيروح له والراجل غني بيديله 1000 دولار وبقول له امشي، وبقول له لا انا عايز 1000 كمان. والبنت بتستغرب من اللي بيقوله وبتقول يا ابن الكلب. واول ما بياخد منه الفلوس بيرميها على الترابيزه وبيقول للناس خدوا الفلوس دي ليكم، والناس كلها بتجري تاخد الفلوس. وبيستغل الفرصه والمكان زحمه وبياخد البنت بسرعه وبيهربوا. وبعد ما بيهربوا بيقول لها انت خلاص بقيتش حره دلوقتي.